السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متصدر ما تكلمنيش، متسلطن ما تكلمنيش، مكتسح بيراميدز النهارده ما تكلمنيش. الاهلي يكتسح بيراميدز ويتصدر الدوري المصري الممتاز، والاهلي بيقبل الهدية من اسوان بعد فوز اسوان على الزمالك 2-1 في اسوان. مباراة النادي الأهلي النهارده وبيراميدز ومباراة الزمالك وأسوان، وطبعا كان في حسابات النهارده عن جماهير الزمالك إن هو هيلعب مباراة سهلة مع أسوان. هي مش مباراة سهلة، الأسوان على ملعبه بيكون فريق ممتاز، واللي شفناه النهارده ديلسون كموني علم على الزمالك وقدر يسجل هدفين النهارده. وأنا شايف الهدفين اللي سجلوا في الزمالك أخطاء دفاعية من محمد عبد الغني. الأهلي قبل الهدية بتاع أسوان، قال له والله يا أسوان أنا مكسفك، رفضت الهدية قبل كده لكن المرة دي هقبل هدية أسوان، وبيدي بيراميدز علقة موت النهاردة 3-0 مع الرأفة. النادي الأهلي بيتصدر الدوري المصري الممتاز ب 27 نقطة وفارق 3 بونت عن الزمالك. ألف مبروك يا أهلاوية، فوز النادي الأهلي على بيراميدز النهاردة 3-0. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة وحلقة النهاردة ونتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز وكل تفاصيل المباراة، وكمان نتكلم على مباراة الزمالك وأسوان وفوز أسوان النهاردة بنتيجة كبيرة. أسوان في الشوط الأول أكتر ممتاز، أسوان ضيع يجي 3-4 أهداف مؤكدين النهاردة أمام الزمالك. الزملكاوية كانوا مفكرينها مباراة أسوان سهلة، لكن أسوان خصم عنيد وقوي على أرضه وسط جماهيره، وبيفوز على الزمالك وبيدي هدية للنادي الأهلي، والنادي الأهلي قبل الهدية وإدى بيراميدز علقة موت. قبل ما نبدأ الفيديو، دي قناتي على اليوتيوب ومعاكم حسن نور، خشوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك حلو كده للفيديو وكملوا الفيديو معايا للآخر، ونبدأ الفيديو على بركة الله، وما تنساش تصلي على النبي. الأهلي وبيراميدز مباراة قمة. الأهلي إصابة أكرم توفيق مؤثرة مع النادي الأهلي. الأهلي عنده صعوبات وبيواجه صعوبات في الأداء السيء وأداء اللعيبة اللي مش مستقر. لاعب بيلعب مباراة كويسة، لاعب بيلعب مباراة ممتازة، وبعد كده بيأدي مباراة بشكل غريب. لكن النادي الأهلي النهارده بأربع لعيبة، الأربع لعيبة الدوليين: محمد الشناوي في حالته، محمد عبد المنعم، عمرو السولية اللي سجل هدفين النهارده، وسجل هدف اول قنبله صاروخيه خدعت احمد الشناوي وسجل منها الهدف الاول، وعلي معلول اللاعب المتميز، وليو ديانج اللي هو الدبابه البشريه. دول اربع لعيبه اللي ادوا الافضليه للنادي الاهلي امام بيراميدز. مدحت شلبي جه قال لك يبقى هو معلق، يعني انت راجل معلق خبره مثلا، يعني مش لسه ناشئ ولا بتتعلم، تقول لي بيراميدز راكب الماتش. بناء على ايه بيراميدز راكب الماتش؟ بيراميدز لو راكب الماتش يبقى بيروح على المرمى، بيهدد مرمى الشناوي بينقذ، بيسجل هدف واثنين وثلاثه. اقول بيراميدز راكب الماتش وراكب الاهلي ومعلم على الاهلي. لكن النادي الاهلي النهارده بيسجل 3 اهداف، مفيش اجمل من كده. هدف اول بتسديده قويه للسوليه، هدف تاني من ضربه ركنيه عملها حسين الشحات وسددها راسيه، السوليه بتسكن الشباك. والهدف الثالث بتاع حسين الشحات اللي سجله في نفسه احمد الشناوي. يبقى بيراميدز راكب الماتش فين؟ الاهلي نقطه ضعفه عنده الوينجين. كريم فؤاد اتصاب في الاصطدام اللي حصل مع عبد الله السعيد وخرج ونزل مكانه حسين الشحات، اللي قدم مباراه جيده وما ترتقيش ان هي يكون اداء ممتاز لحسين الشحات. وبرونو سالفيو بيفكرني بايه؟ برونو سالفيو ده عمل زي الحاجه اللي بشتريها اونلاين بصراحه. يعني برونو سالفيو قبل ما يجي النادي الاهلي لاعب برازيلي ولاعب سريع، بيجي النادي الاهلي كانوا بيتقلب. بنشوف النهارده برونو سافيو بيأدي أسوأ مباراة ليه مع النادي الأهلي لعبها لحد دلوقتي. برونو سافيو أنا شايف إن برونو سافيو ما يلعبش هو ومجدي قفشه في مباراة واحدة. برونو سافيو يلعب صانع لعب وما يلعبش وينج عشان ما عندوش اللياقة البدنية ولا السرعة الكافية، وآخره يلعب ربع ساعة وينج، لكن هو مكانه إن هو يكون لاعب صانع ألعاب عشان أقدر أستفاد منه في المباراة. لكن بأمانة السولية، ديانج، معلول، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم اللي ادوا الافضليه للنادي الاهلي. وبرضه نقول اللي علينا اللي لينا واللي علينا، زي ما بنتقد محمد هاني والاهلاويه بينتقدوا محمد هاني النهارده لعب مباراه ممتازه.
ادى اداء ممتاز، اداء رجولي في الملعب، الصفقات عملت شغل. لا اشوف لعيبه النادي الاهلي بتأدي اللي عليها وزياده في الملعب امتى؟ لما يكون كل لاعب ليه لاعب بديل على دكه الاحتياطي. هنا اللاعب يلتزم بتعليمات المدرب ويؤدي اداء رجولي في الملعب، ما لعبش اداء رجولي واداء ممتاز يطلع بره. النادي الاهلي النهارده لعب، ساب الاستحواذ لبيراميدز، بيراميدز استحوذ لكن مفيش خطوره، اللي يعدي من بيراميدز يموت. شفنا النادي الاهلي النهارده فعلا اداء سيء، في كرات مقطوعه، لكن اللي عجبني بالنادي الاهلي السرعات الثنائيه. لعيبه النادي الاهلي النهارده تفوقت فيها. السولية رجع لايام شبابه النهارده، يعني بيسجل هدفين. الراجل في السرعات الثنائيه ممتازه، خط الوسط ممتاز مع ديانج. علي معلول بامانه لاعب متميز، وحسره لما يعتزل علي معلول. مين بديل علي معلول؟ وهل هنعوض واحد زي علي معلول؟ محمد الشناوي في حالته، ان شاء الله يكون محمد الشناوي دايما في حالته. لعيبه النادي الاهلي وكولر النهارده كل واحد عمل اللي عليه وزياده. مجدي قفشه مفيش جديد يا جماعه. مجدي قفشه بصراحه الراجل ده بطل كوره من زمان بامانه. يعني مجدي قفشه بطل، ما بيعملش حاجه. يعني مثلا الكوره جايه بدل ما بيقدم بيها بيرجع لورا ويستلم والراجل يرجع. يا عم انت راجل صانع العاب، لمساتك كده فنيه وسحريه. حتى التسديده اللي بيشوطها، يعني حتى الكره مش الكره مش حباه ان هي تدخل جول. يعني النادي الاهلي النهارده بيقول لك بيراميدز راكب الماتش، لا النادي الاهلي النهارده راح بانفراد. شفنا حسين الشحات في اخر الماتش راح بانفراد، شاد حسين رأسية، شاد حسين انفراد، في حسين الشحات، في كذا كرة. النادي الاهلي النهارده لو استغلها، النادي الاهلي لو عندين وينجين صراع النهارده وفي حالتهم، وان شاء الله هيجوا مع الصفقات، وليا فيديو مع صفقات النادي الاهلي، كان النادي الاهلي اكل بيراميدز 5-6. لكن احنا راضيين بال3-0 وكده نكون في صدارة الدوري المصري الممتاز. شابوه للسولية، شابوه لعلي معلول، شابوه لديانج، شابوه لمحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي اللي ادوا الافضلية للنادي الاهلي. بيراميدز كان مستحوذ وماسك كورة وبيلعب وبيروح، لكن مفيش خطورة حقيقية على مرمى النادي الاهلي، وده تشغيل دماغ من كولر. فيا جماعة في الاهلي او الزمالك ما انتقدش مدرب، برضه اللاعب لما يكون روحه حاضره في المباراه، اللاعب لما بيلعب بعزيمه واصرار واداء قتالي ورجولي اكيد بيحسم الموقف للفريق اللي هو فيه. يعني احنا بنتكلم على نقطتين النهارده. مثلا ايه اللي ادى الافضليه في الفوز النادي الاهلي النهارده من بيراميدز؟ السوليه بتسديده قويه. بيبقى عندي لاعب بيسدد ممتاز، هيدي الافضليه ليه، واقدر في اي وقت تسديده قويه زي بتاع السوليه كده اقدر اجيب منها جول. لاعب مميز في ضربات الراس وكده لعب الهوا. السوليه النهارده من ركنيه، استغلينا ركنيه سجلنا منها الهدف الثاني اللي اربك طبعا حسابات بيراميدز. انا في اختلاف لما اكون فايز واحد، في اختلاف لما اكون فايز اتنين. لما بقى فايز واحد الفريق اللي قصادي عايز يعوض، في حماس ان هو بيلعب وبيدي وعايز يسجل الهدف التعادل وممكن يجيب الهدف الثاني. النهارده هدف السوليه الثاني قتل وقضى على بيراميدز وخلاص احبطهم 2-0. صعب نعوض قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي شخصيته حاضره في المباراه. زيد على كده حسين الشحات بيسجل الهدف الثالث. فهنا لما يكون عندي لاعب مميز في الضربات الرأسية ولاعب مميز في التسديدات، فإن شاء الله السولية يلعب الحتة دي في كل مباراة كده، يجرب حظه في تسديدة واثنين وثلاثة، ممكن تصدف واحدة من التسديدات. فاحنا نتكلم على كده قبل الأهلي لما كان مع سيراميكا كليوباترا، الأهلي جات له 15 ضربة ركنية وسيراميكا كليوباترا ضربة ركنية واحدة. سيراميكا قدر يسجل الهدف الأول ليه، هدف المباراة سيراميكا ضربة رأسية من ركنية. الأهلي فشل ان هو يسجل 15 هدف من 15 ضربه ركنيه. النادي الاهلي بيسجل هدف من ضربه ركنيه النهارده مع عمرو السوليه. الف مبروك للنادي الاهلي النهارده فوزه على بيراميدز، فوز كبير للنادي الاهلي بيعتلي بيه صداره الدوري المصري الممتاز، وقبل الهديه من اسوان. وصل معايا هنا يحط اللايك ويدخل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وبشكر كل اللي بيدعم قناتي. الساعه 3 الزملكاويه النهارده حاطين املهم ان هم يتصدروا الدوري المصري الممتاز. الاهلي الساعه 7 موعد مباراه القمه بين الاهلي وبيراميدز.
والزمالك واسوان. الزملكاويه قالوا دي مباراه سهله هنكسبها بسهوله. وهنا الاهلي في مباراه قمه مع بيراميدز، الاهلي ممكن يفوز، الاهلي ممكن يخسر، الاهلي ممكن يتعادل. في حاله فوز الزمالك على اسوان، الزمالك هيكون في صداره الجدول الدوري المصري الممتاز، والاهلي في الترتيب الثاني. في جماهير من الزمالك راحت اسوان، لكن انا شايف النهارده خسارة الزمالك من أداء لاعبين النادي الزمالك، خاصة في الدفاع وتألق بعض اللاعبين في أسوان. وديلس الكموني ده مهاجم تقيل اللي قعد مالك يفون على دكة الاحتياط، ده يكون لاعب كبير. وعندك أحمد بالحاج اللاعب المغربي في المحترف في صفوف النادي أسوان لعبت مباراة ممتازة، قدرت تسجل الهدف الأول ضربة ركنية من لاعب لينسون وخطأ من محمد عبد الغني، سجلوا هدف في الدقيقة 5. المباراة اتقلبت، هدف أول 5 دقايق بيدي الأفضلية لأسوان. أسوان تشجع عن فريق شجاع بيجاري الزمالك مش حاضر تماما. الغريب إن برضه فيريرا بيبدأ بشيكابالا يمين، هو مكانه يمين شيكابالا، بس بتبدأ بشيكابالا. لاعب شيكابالا عنده 38 سنة وانت بتلعب على أرض أسوان وفي نادي أسوان، يعني بتلعب في أسوان. ايه اللي يخليك تبدأ بشيكابالا يمين؟ عشان هو من أصول نوبية يعني من أسوان يبدأ يمين عشان الناس تشجع شيكابالا وتشجع الزمالك، ولا ايه؟ ايه الفايدة ان انا ابدأ بشيكابالا اولا كده يمين وابدأ في التشكيلة الاساسية؟ محمد عبد الغني النهاردة كان السبب في الهدفين من ضربات ركنية وكور ثابتة. كان الافضلية للزمالك اللي اخذ بهم الدوري المصري اللي فات، ان هو كان صعب انه يدخل في الزمالك هدف من كرة ثابتة، وكان الزمالك بيجيب اهداف من كور ثابتة وكان مميز في الحتة دي. نشوف النهارده الزمالك قدام اسوان بيدخل فيه هدفين بتوع اسوان من كرات ثابتة ومن غلط من محمد عبد الغني. حسام عبد المجيد نجح في تسجيل الهدف الاول للزمالك، وكان ممكن يسجل هدف التعادل للزمالك. اللاعب الوحيد اللي اثبت نفسه النهارده في مباراه الزمالك هو حسام عبد المجيد. غير كده امام عاشور، سيف الجزيري، كل تسديداتهم النهارده في وش الجماهير، التسديدات كلها في وش الجماهير. مفيش لاعب في الزمالك النهارده ثبت نفسه في المباراه. زيزو وحسام عبد المجيد، محمد عواد برضو الهدف الثاني كان ممكن يقدر يصدها، لو توقعها كان ممكن يقدر يصدها او يطلع مع الكوره. الزمالك النهارده ما حضرش المباراه، داخل المباراه حاسس ان هو هيفوز، يعني مش عامل حساب لاسوان، مع احترامي لنادي اسوان النهارده اللي ادى هديه للنادي الاهلي والنادي الاهلي قبلها. لكن انا قلت النهارده الزمالك مش حاضر، اللعيبه مش في حالتهم. اسوان لعبت مباراه ممتازه، ادى مباراه قويه امام الزمالك ويسجل هدفين في الشوط الاول، وراح على المرمى كره في القايم، كره بره، انفراد. يعني احنا شايفين اسوان النهارده كان ممكن يفوز 3 أو 4 أو 5 وتكون فضيحه بجلاجل للزمالك امام اسوان النهارده. طبعا داخلين مستهترين، هنفوز على اسوان، الاهلي هيتغلب من بيراميدز، الزمالك هيبقى في الصداره، هنحفل على النادي الاهلي، هنقول ونعيد ونزيد. لكن في الاخر اسوان قال كلمته وفاز 2-1 قدام ديلينسون كموني وينسوني وكل حاجة. النهاردة مشروب سخن لكل الزملكاوية النهاردة من اليانسون اللي شافوه في المباراة. عموما هارد لك للزمالك، وألف مبروك لأسوان الفوز الكبير على الزمالك، وألف مبروك للأهلي فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة وتصدر ويتربع الدوري المصري الممتاز. أهلا بالصفقات الجديدة للنادي الأهلي، نتمنى تطلع صفقات ممتازة مش زي صفقة برونو وسافيو يا جماعة، اللي فكرتني إن أنا بشتري حاجة زي أونلاين كده وبتطلع حاجة غير اللي أنا شايفها. لكن نتمنى إن شاء الله برونو سافيو هو عنده كتير، لكن نتمنى إن هو يلعب في مركز صانع الألعاب يا جماعة. نتمنى إن شاء الله الصفقات اللي تيجي للنادي الأهلي تكون صفقات من العيار التقيل. الأهلي محتاج وينجين تقال، وينجين صراع عندهم لياقة بدنية. لما تيجوا يا جماعة تجيبوا صفقة كده، شوف قوتك في لياقتك البدنية، من غير انت لاعب كرة كده اهو، انت بشخص عادي كده، قوتك في لياقتك البدنيه. يا بلاعب كره هتكون قوتك فين؟ يعني انت لو ما عندكش لياقه بدنيه روح بقى، ما تلزمنيش، ما عندكش لياقه بدنيه ما ينفعش تكون لاعب. فاتمنى
اللعيبه اللي تيجي للنادي الاهلي تكون لياقه بدنيه واقفه على رجليها، تقدر تلعب ل 90 دقيقه، تجيد الالتحامات، تجيد المهارات الفرديه، التسديد، ضربات الراس. ده الاهلي مش محتاج لعيبه اي كلام وخلاص. الف مبروك للنادي الاهلي، واستنونا ان شاء الله في فيديو الصفقات الجديده للنادي الاهلي باذن الله. ودي قناه على اليوتيوب ومعاكم حسن نور. لو اول مره بتشوف قناه على اليوتيوب خش اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنونا في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.